يعني عندنا اتصال هاتفي مع الصحفي الرياضي مع علي غالب العزاوي. صباحك عافية علي. صباح النور والسرور عليك زميلي السعد يوسف، وانا الست ندى، وانا ضيف الحلقه نجم الدوري السابق الكابتن سعد عبد الحميد على جميع مشاهدي قناه العراقيه الرياضيه وبرنامج صباحكم رياضي. بعد قليل كابتن سعد عبد الحميد راح يكون متواجد معنا داخل الاستوديو، وتحياته لحضرتك. يعني استاذ علي، يعني نظرتك بشكل مفصل حول الجوله الثامنه بعد استراحه جميع الفرق. نعم، طبعا نعمل مع انطلاق منافسات الجوله الثامنه من دوري نجوم العراق. نعم. ان تكون انطلاقه قويه ومتميزه مختلفه تماما عن الجولات السابقه، خصوصا في ظل انطلاق يعني دوري نجوم العراق بموسمه بنسخته الثانيه. بالتالي نامل ونطمح ونتمنى ان تكون البدايه قويه ومنافسه محتدمه وصراع كبير ما بين بقيه الانديه، لا سيما تقارب في النقاط ما بين الانديه المتماريه بدوري نجوم العراق. يعني مثلا نشاهد مثلا الشرطه اولا ب 14 نقطه، القرمه ثانيا والجوراء ثالثا ب 13 نقطه، ايضا جافو القوى الجويه الكهرباء ب 12 نقطه تقريبا. ايضا هنالك تقارب في النقاط، هذا دليل على ان هذا الموسم تنافس كبير ما بين الانديه. تحدث على الفرق مواجهه الزوراء والقرمه، هل القرمه يسير بخطى ثابته ام لا؟ اليوم النادي القرمه اكيد يسير بخطى ثابته، والدليل تواجده بالمركز الثالث في سلم ترتيب دوري نجوم العراق بفارق نقطه وحيده عن الصداره. اليوم النادي القرمه يطمح لصداره الدوري بشكل مؤقت، يعني مستغلا المواجهه المؤجله لنادي الشرطه. بكل تاكيد نادي القرمه الوافد الجديد لدوري نجوم العراق، 3 مواسم من التاسيس، تاهل من الدور الثاني الاولى ومن الممتاز ومن الممتاز الى دوري نجوم العراق. بكل تاكيد هذا النادي اللي يمتلك نخبه مميزه من اللاعبين، استطاع من الاستقرار على اغلب عناصره، عنده الصفوف والمحترفين على مستوى عالي، مما يعزز من حظوظه خصوصا وهو يخوض المباراه على ارضه وبين جماهيره. لكن نادي الزوراء بكل تاكيد ايضا ما راح يكون صيد سهل. نعم. هو ايضا يطمح لصداره الدوري بشكل مؤقت، لذلك اتوقع هذه المباراه راح تشهد اثاره ونديه وحماس بين الناديين، خصوصا ان الزوراء سيعود الى محافظه الانبار بعد غياب دام ما يقارب 16 شهر. نعم، ايضا هنالك مواجهه ما بين النفط والكرخ، لمن سيكتب الفوز برايك؟ بالتاكيد اليوم نادي النفط ايضا هذا الموسم ايضا مميز، هو في المركز السادس ب 12 نقطه، يسعى للاقتراب الى ايضا ممكن صداره الدوري في حال تعادل مثلا الزوراء والقرمه، يعني باعتباره انه قريب جدا و3 نقاط تفصل عن الصداره. ايضا نادي الكرك يحاول الوصول الى الاماكن الدافئه. بكل تاكيد نادي النفط يعني بهذا الموسم تميز، حقق 3 خسارات و3 تعادلات وخسر مره واحده فقط. نعم، يعني هنالك مواجهات ايضا ما بين الطلبه ونفط البصره، قراءتك لهذه المواجهه؟ ايضا نادي الطلبه هذا الموسم ايضا بالمركز العاشر وب10 نقاط، ايضا نقاط قليله تفصل عن المراكز المتقدمه، يسعى للاقتراب شيئا فشيئا. بالمقابل نادي نفط البصره نتائج سلبيه وهو يقع في المركز ال17، يسعى للهروب من قاع الترتيب والتواجد في الاماكن الدافئه. نعم، اذا الصحفي الرياضي الاستاذ علي غالب، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا عبر الاتصال الهاتفي.